يعد حصن المصمك من أهم المعالم التاريخية في المملكة، إذ يحتل مكانة بارزة في تاريخ مدينة الرياض خاصة والمملكة العربية السعودية، باعتباره يمثل الانطلاقة المباركة التي على إثرها تأسيس وتوحيد المملكة، حيث اقترن هذا الحصن بملحمة فتح الرياض البطولية التي تحققت على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله في فجر 5 من شهر شوال عام 1319 للهجرة. وفي مبادرة لإحياء القيمة التاريخية لقصر المصمك التاريخي وبهدف إحياء التراث الأصيل وإظهاره برؤية معاصرة وتعزيز للهوية الوطنية والثقافية، ترجمت الأستاذة موضي فهاد ماجد النادر المثيرة عشقها لوطنها بفكرة غير مسبوقة في تاريخ تعليم المملكة، حيث أنشأت مشروع المصمك، هذا الصرح الشامخ على نفقتها الخاصة ليساهم في إبراز الهوية الوطنية والكشف عن ملامحها وإلقاء الضوء عليها من زوايا تاريخية وجغرافية واجتماعية ونفسية وتنمية التذوق الفني ونشر الوعي حول أهمية الإرث الثقافي والمعماري الذي تركه الأجداد، وتحفيز الجميع وتشجيعهم للحفاظ على تراثهم من خلال البرامج والفعاليات الوطنية التي تدار داخل المصمك. فمن بين جنبات مشروع المصمك نتعرف بعمق على تاريخ الدولة المرموقة منذ أسسها الموحد العظيم الملك عبد العزيز رحمه الله في ملحمة التاريخ الكبرى. ولم تكتفي الأستاذة موضي فهاد ماجد النادر بذلك، بل تفننت في إقامة معرض كامل متكامل داخل المصمك ليكون منبرا للتعريف بتاريخ المملكة عشقا وولاء لوطنها الإعظام. وكانت صاحبة فكرة مشروع المصمك الشامل قد كرست الفكر والجهد والمال والخطط التي تحقق رؤية ورسالة وأهداف المشروع، والذي من أهمها غرس روح المواطنة الصالحة والقيم الدينية والوطنية والانتماء لدى أبناء وبنات الوطن، التي دائما تصدح بقولها وطني يستاهل. ويسعى المشروع لتحقيق أهدافه من خلال آليته الفنية والأدبية، وعلى رأسها توثيق تاريخ المملكة المشرف وإنجازاته المجتمع والأحياء المجاورة ببرامج تفعل في المصمك في فترة الصباح والمساء، من ضمن برامج مخطط لها في خطة المدرسة الاستراتيجية وخطط النادي الموسمي ونادي الحي المقام بالمدرسة، احتفالات الوطن ومناسباته وفعالياته وبرامجه التي تبعث على الفخر بالوطن المدروسة وجوائز محفزة وقيمة وإعلام وطني مشجع. ويعمل المصرف على تعزيز الأمن الفكري من خلال ربط الدروس والمناهج من داخل المصمك والزيارات الداخلية والخارجية وزيارات مدارس المحافظة للمشروع للتعرف على تاريخ المملكة وتراثها الأصيل، ورسم ونحت ملحمة البطولة على جدران المصمك، حيث يرسل عبر أثير وعروض المصمك رسالة الولاء والوفاء والعطاء لولي أمرنا وللوطن الغالي. ومن أبرز البرامج والفعاليات التي احتضنها المصمك سيرة بطل ومسيرة أمة، برنامج وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه، برنامج وطننا أمام، برنامج كلنا السعودية فليسمع من كان في آذانه صمم، برنامج سعودية وأفتخر، برنامج دام عزك يا وطن، برنامج حبي لمملكتي، برنامج عاشت المملكة، برنامج وحدة وطن، برنامج كلنا سلمان المجد، حملة عاصفة الحزن، حملة كلنا قلب سلمان، حملة اضرب بسيفك كلنا اليوم سلمان، حملة الحزن أبو العزم أبو الظفران،
محمد كلنا الخليج قوتنا في وحدتنا، مشروع وطني يستاهل. كذلك تقام بالمصمك فعاليات الجنادرية السنوية تحت مسمى تراثنا الأصيل. ومن المسابقات مسابقة وطن الغالي، ومسابقة وطن المشاعر، ومسابقة حب الوطن غاية. جائزة المصمك مجد وفخر. ولقد استقبل مشروع المصمك زيارات يفخر بها لشخصيات هامة، وشخصيات من منسوبي ومنسوبات التعليم، وزيارات أولياء ووليات أمور الطالبات، وزيارة مدارس المحافظة. وما زال وسيبقى مشروع الوطن يستقبل الأوفياء المخلصين ويفخر بهم. استمرت الأستاذة موضئة نادر بنشر ثقافة المشروع، وهي تحلم أن يكون هذا المشروع في كل مدرسة بالمملكة، فرفعت مبادرة لوزارة التعليم بأن يدرج المصمك في تخطيط المدارس، ويكون مقرا للأنشطة والفعاليات والمناسبات الوطنية والدروس الوطنية، ومقرا لتفعيل حصص الاحتياط لخدمة العملية التعليمية ولتحقيق الأمن الفكري على مدار العام الدراسي. شكر وتقدير. لا نملك إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذة موضي فهاد ماجد، القائدة الحائزة على المركز الأول على مستوى المملكة في جائزة التميز، لأنها واحدة من الكفاءات الوطنية المبدعة التي قدمت من الوقت والجهد والمال للإعداد التام لهذا الحدث. جمعت شمل الأخوة يا بلادي، واصلي والله يحميكي إله العالمين، إله العالمين. يا بلادي واصلي والله معاك، واصلي واحنا وراك، واصلي والله يحميكي إله العالمين، إله العالمين. وقى الصدر والقلب زاد انشغاله، نبضه يزود وصار فيه ارتجال.